وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. بجد. صباح الخير يا مكة، صباح الخير من مكة، صباح الجمال، صباح الراحة النفسية، صباح كل حاجة حلوة زي ما انتم شايفين. الإطلالة يعني مش محتاجة كلام بصراحة. فندق فيوليت العزيزية إطلالته رائعة، يعني إطلالة واسعة مفتوحة زي ما انتم شايفين الجبال والمباني والمساجد، حاجة يعني فوق الخيال. عشان كده انا عملت لكم الفيديو ده مخصوص، ده مش اعلان خالص. زي ما انتوا عارفين كل ما بنزل في فندق لازم اعمل لكم ريفيو عنه، وخصوصا لو الفندق عجبني واستريحت فيه. فيلا بينا من مكة نشوف فندق فيوليت العزيزية. انا كنت نازلة في اوضة 560 في الدور الخامس، كانت اوضة جميلة جدا. هعمل لكم بقى جولة في الأوضة، ده غير الفيو اللي انتوا شفتوه. يعني الفيو نفسه مريح نفسيا بصراحة. الأوضة كانت بسيطة بس كان فيها كل حاجة، يعني الحمام كان فيه كل حاجة انتوا محتاجينها، من فوط، من شامبو، من فرشة أسنان، محتاجينه موجود في الحمام. الحمام كان نظيف طبعا، الأرضية كانت نظيفة. زي ما انتوا شايفين انا كنت حاجزة غرفة 3 سراير. الفرش وده مهم جدا كان نضيف، لان الفنادق ال5 نجوم الحمد لله بتلاقوا الفرش بتاعها نضيف، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي. وزي ما قلت لكم الفندق ما شاء الله كان موفر كل حاجة، مشروبات، كاتل، تلفزيون. وطبعا ده انا بصور لكم الأوضة، كنا ساعتها في الوقت ده احنا ماشيين، فبرضه بصور لكم الأوضة بالنهار. بصوا بقى الفيو، بصوا المنظر بقى لما تكوني قاعدة بتفطري الصبح ولا قاعدة على السرير وفاتحة الشباك كده بإطلالة كده بانوراما وشايفة كل الجمال ده. يعني كان بصراحة فندق ممتاز جدا. وكان بالنسبة للفترة اللي أنا نزلت فيها كان سعره كويس جدا، لأن كانت الفنادق القريبة من الحرم غالية جدا جدا جدا، والبعيدة شوية ما كانتش في المستوى الكويس يعني، وبرضو كانت اسعارها غالية جدا. يعني فنادق كتير انا نزلت فيها قبل كده ما لقيتش فيها حجز، وكانت لو كان فيها حجز كان اسعارها مضاعفة بصراحة. فقلنا نبعد شوية ونروح العزيزية في فندق فيوليت العزيزية. بصوا بقى كمان الإطلالة بالليل عاملة ازاي، يعني حاجة فوق الجمال ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الفندق بصراحة كان جميل جدا. كان في توصيل للحرم مجاني. كان في مواصلة بتوصل خلف أبراج الساعة، ومواصلة بتوصل عند باب المروة. عايزة تركبي دي أو تركبي دي براحتك، والتوصيل مجانا. وكل قبل الصلاة بنص ساعة المواصلة موجودة، وعلى مدار 24 ساعة، يعني حتى بعد ما بنصلي العشاء وبنرجع برضو بنفس المواصلة المجانية بتاعت الفندق. كنا لو عايزة اروح الساعة 10 بالليل او الساعة 11 كل ساعة في ميكروباص بيوصلنا لغاية برج الساعة او الناحية التانية من عند باب المروة. بس هو بصراحة الاقرب في الايام العادية اللي هو خلف برج الساعة. لكن لما كنا رايحين نعمل عمرة، وطبعا انا ما صورتش في الوقت ده، خدنا المواصلة اللي هي نزلتنا عند باب المروة.
عملنا عمرتنا ورجعنا برضو في نفس المواصلة، لأن كنتوا بتخرجوا بعد ما بتخلصوا العمرة من باب المروة، وده كان أقرب من الناحية التانية اللي هي عند برج الساعة. هحاول أقول لكم كل حاجة إن شاء الله بإذن الله زي ما متعودين معايا عن الفندق. الفندق فيه أسانسيرات كتير جدا، فما كانش فيه زحمة وقت الصلاة. في فنادق كتير أو كذا فندق نزلت فيه بحس إن وقت الصلاة كده بيبقى الموضوع صعب شوية في الأسانسير. لأ، كانت متوفرة وموجودة، وكمان في أسانسير بنشوف الفندق كده بانوراما مصوره لكم. كان شكله حلو قوي. الفندق فيه حمام سباحة بيسين، هو بيسين صغير وكان مجاني برضو للولاد لو معاكم أطفال هيتبسطوا جدا برضو فيه. الفندق نظيف جدا، ريحته حلوة قوي. هتقولوا لي ده العزيزية بعيدة. زي ما قلت لكم لو هتسكنوا بعيد عن الحرم اتأكدوا ان الفندق ليه مواصلة مجانا علشان ما تتكلفوش تاكسي، وخصوصا لكبار السن. طيب هو بالنسبة لكبار السن عامل ايه؟ كويس جدا جدا. كان معانا كبار السن بيروح معانا الحرم كتير على طول واحنا رايحين واحنا جايين، لان هو بينزل خلف برج الساعة وده اقرب مكان تدخلوا منه الحرم. والناحية التانية زي ما قلت لكم برضو المواصلة بتاعته بتنزل عند باب المروة. في مكان مواقف كتير هناك لفنادق كتير برضو سواء في العزيزية أو غيرها بينزلوا في المكان ده. تحت الفندق في مطاعم عجبنا هناك. كان مطعم تركي بيعمل فراخ مشوية ورز وحاجات كده، كان بصراحة طعم الأكل جميل جدا. وفي كذا سوبر ماركت أو اللي هي المحلات البقالة لو انت محتاجة حاجة في السريع كده كل حاجة موجودة. وطبعا الناحية التانية احنا أول العزيزية بس من بره. الناحية التانية هتلاقوا العزيزية. بقى العزيزية معروفة ان هي فيها كل حاجة من الألف للياء. لو انتوا عايزين تشتروا حاجة مجرد بس انتوا هتعدوا من الناحية التانية الشارع الناحية التانية هتلاقوا العزيزية. شايفين البانوراما بتاعة الفندق بصراحة جميلة جدا. في أسانسير كده ممكن تركبوه وتصوروا الشكل البانورامي بتاع الفندق زي ما انتوا شايفين. بس احنا هنا كده كنت بصور لكم كده جولة في الفندق واحنا خارجين رايحين الحرم اهو. وكنا دايما بناخد المواصلة اللي بتنزل خلف برج الساعة عند فندق مكارم أجياد. دي أقرب حاجة لو هتروحوا تعملوا العمرة خدوا المواصلة اللي بتنزل عند باب المروة زي ما قلت لكم في أول الفيديو. حجزت الفندق ازاي؟ حجزت مع مندوب شركة، وممكن تحجزوا كمان عن طريق الفندق نفسه. وطبعا لو عايزين رقم المندوب هسيب لكم رقم تليفونه او رقم الحجز تحت الفيديو ان شاء الله. بالمواصلة مفيش 10 دقايق هنكون في الحرم. طبعا يعني جمال مكة وشوارع مكة وحلاوة مكة فبنكون مبسوطين جدا ومستمتعين بالمواصلة واحنا راكبين كده ورايحين على الحرم. كنت سكنت قبل كده في شارع أجياد وفي فندق الشهداء، وكل مرة إن شاء الله بنغير. بس لو هتسألوني يعني هترجعي فندق فيوليت تاني؟ طبعا يعني الإطلالة بتاعته بصراحة حلوة جدا. الفندق مريح نضيف. الحجز كان سهل جدا. استلمنا الغرف بتاعتنا على طول. فكل الحاجات دي بصراحة بتخلي الواحد يتشجع ان هو ينزل نفس المكان تاني. بيوفروا لك كل حاجة. لما تحتاج حاجة بتكلم الريسبشن في التليفون على طول تلاقي بعتوا لك حد يشوف ايه مشكلتك او انت محتاج ايه. فدي بصراحة من الحاجات الرائعة في الفندق. ده غير التوصيل زي ما قلت لكم خلال 24 ساعة كل ما تنزل من الفندق تلاقي المواصلة للحرم مجانية طبعا. فدي حاجة ممتازة جدا جدا. وعايزة اتكلم معاكم واحنا كده ماشيين في شوارع مكة الجميلة مكة المكرمة. طبعا انتوا عارفين ان انا ليا فترة ما بنزلش حاجة في القناة
آآ فبدأت أنزّل تاني، وأنتم عارفين إن اليوتيوب لمّا بنسيبه فترة تقريبًا القناة بتموت يعني. فعلشان ترجع تاني يعني عايزة لايكات بقى وكومنتات تحت الفيديوهات، أي كومنت بأي حاجة علشان الفيديو يترفع ويبتدي إيه، يوصل لأكبر عدد، لإن الفيديوهات أنا نزّلت الفيديو اللي قبل ده اللي هو يعني رحلتنا لمكة ومشاهد من الحرم والكعبة المشرّفة، بس هو ما وصلش، يعني اليوتيوب ادّاني notification كده إن لأ الفيديو ما وصلش للناس، فده طبعًا أنا عارفة ليه، علشان لمّا باسيب القناة فترة بتُقع. فإن شاء الله بإذن الله ترجع تبقى كويسة، وأتشجّع وأمنتج لكم باقي الفيديوهات المفاجأة الجاية اللي أنا كنت باحلم بيها وباتمناها من ربنا سبحانه الله وتعالى حققها لي الحمد لله رب العالمين، وعقبال كل أمنياتنا وأمنياتكم تتحقق زي ما أنتم عايزين بإذن الله رب العالمين، وبفضله وبكرمه علينا، ويرزقكم يا رب إن شاء الله زيارة مكة المكرمة والتمتع بالعمرة والتمتع بالمناسك والتمتع بهوا مكة المفاجأة اللي جاية إن شاء الله في الفيديو اللي جاي على طول بإذن الله هنبتديها، المزارات الجميلة والمكان الطيب اللي رُحناه. أكيد أنتم طبعًا عرفتوا من كلامي، بس إن شاء الله إيه ما نحرقهاش بقى عشان تنتظروا الفيديو اللي جاي بإذن الله. كده إحنا خلاص وصلنا أهو الفندق بينزّل عند فندق مكارم أجياد مكة. يا دوب بس أهي كده يعني على طول كده عند برج الساعة بندخل على طول الحرم وجمال الحرم، ربنا ما يحرمنا يا رب ما يحيينا يا رب العالمين. زي ما أنتم شايفين بقى مكة المكرمة والحرم والجمال وكل حاجة حلوة موجودة في مكة المكرمة. هنا طبعًا هندخل أبراج الساعة، بصراحة باحبها أوي، يعني باحس إن دي المكافأة بعد العُمرة، بعد ما بنخلّص العُمرة لو حابين ناكل أو بعد كده في الأيام العادية مطاعم بقى ولو عايزين نشتري حاجة، في فوق في الدور الأخير أبراج هايبر ماركت كنت صورته لكم في العُمرة اللي قبل دي، بصراحة أسعاره كويسة جدًا وفي كل حاجة من الإبرة للصاروخ عايزين تشتروها. فبنستسهل طبعًا لإن ده قريب من الحرم، فبنشتري طلباتنا لو عايزين ناكل، الولاد عايزين ياكلوا، هناك برضه كمان الحمامات بتاعة برج الساعة بصراحة نضيفة جدًا، جدًا عن الحمامات اللي برّه، فبنستخدمها لو بنجدد وضوءنا والكلام ده. وبكده كنا خلاص إلى اللقاء يا مكة، وكنا خلاص ماشيين من مكة، وطبعًا بيبقى يوم يعني حزين أوي بصراحة، مهما نقعد مش عايزين نمشي، يعني أحلى إيمانيات وأحلى مكان وأحلى روحانيات، الواحد بجد نِفْسه يعيش في مكة المكرمة أو المكان اللي إحنا رايحينه، كنا خلاص إلى اللقاء يا مكة، ورايحين مكان تاني في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، مكان كان نِفْسي فيه والحمد لله ربنا كرمني ومَنّ عليَّ وزُرته وما شبعتش منه في اليومين اللي أنا قعدتهم، بس مصورة لكم إن شاء الله فيديوهات حلوة جدًا فيه، إن شاء الله بإذن الله تعجبكم، والمزارات هناك بصراحة جميلة جدًا، اللي هيروح مكة المكرمة أتمنى إن شاء الله الفيديو ده يكون عجبه، وبصراحة الفندق فيوليت كان ممتاز، وإن شاء الله بإذن الله أنزل فيه تاني بإذن الله، ربنا ييسّر لنا العُمرة دايمًا ويرزقنا بالحِج يا رب العالمين.
ولو ليكوا أي استفسار أو أي سؤال سيبوه لي تحت الفيديو، أنا بارُد على كل الكومنتات والاستفسارات بدون استثناء. وطبعًا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، كومنت حلو كده زيكم، وتعملوا شير لحبايبكم للفيديو عشان يتفرجوا ويتبسطوا معاكم. زي ما أنتم شايفين مصوّرة كده مشاهد وإحنا ماشيين. ما تتخيلوش دلوقتي وأنا باسجّل الصوت على الفيديو، أنا عايزة أدخل جوّه الفيديو عشان أرجع تاني. ربنا يكتب لنا العودة مرّات ومرّات، ما حيينا يا رب العالمين وما يحرمناش أبدًا من زيارة مكة المكرّمة. زي ما أنتم شايفين الجمال بقى والشوارع، ومصوّرة لكم حاجات كده حصرية مش عند أي حد. يعني كل ما ألاقي كده فرصة إن أنا أصوّر باصوّر الحمد لله. تستمتعوا معايا وذكرى ليّا برضه في قناتي. باحب أوي أتفرّج على الفيديوهات دي حتى سواء ليّا أو لحد تاني مُعتمر بيصوّر فيديوهات في العُمرة وبيورّينا حاجات وكده. أنا استفدت من فيديوهات الناس كتير جدًا في الأماكن، الأكل، في الفنادق والحاجات دي. ولمّا باجي أدوّر على فندق بافتح اليوتيوب واكتب اسم الفندق وباشوف الريفيوهات زي ما أنا عاملة لكم كده على فندق فيوليت العزيزية. بصراحة كان فندق جميل جدًا، جدًا اتبسطنا فيه. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى اللقاء يا مكة، إلى ومن اللقاء، الناس من إلى اللقاء بإذن يعجبك الله قوله قريبًا إن في شاء الله. الحياة إلى اللقاء بإذن الله في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.